ليه الشخص اللي سابك وغدر بيك وتخلى عنك ممكن يندم عليك لما يفتكرك مهما كانت حياته سعيدة من غيرك؟ لأنه لما بيفتكرك بيفتكر حبك ليه وكل الحاجات الحلوة اللي كانت بينكم. بس على عكسك انت، كل ما بتفتكره بتفتكر الألم والوجع اللي سببهولك والجرح الكبير اللي في قلبك، فما بتندمش عليه، لأن عقلك مع الوقت بيعمل بلوك عليه وعلى ذكرياتك معاه، وبيقصد يعمل بلوك على ذكرياتك الحلوة ويسيب لك المرة، لأنه كل ما يفتكرها قلبك بيتوجع. وقتها عقلك بيعتبر إن الكلام الحلو اللي قالهولك والحاجات الحلوة اللي عملها معاك كانت مجرد كذب وخداع، لأنها لو حقيقة ما كانش سابك. علشان كده عمرك ما بتندم عليه، لكن صحيح بتندم إنك عرفته، وعلى الوقت اللي ضاع معاه، وعلى كل حاجة حلوة عملتها معاه، وكل كلمة حلوة قلتها له، لأنك بتكون خلاص عرفت إن ما كانش يستاهل أي حاجة من كل ده، وإن كان غيره أولى بيها. فأنت ضيعت كتير من وقتك ومن طاقتك مع الشخص الغلط. وصدقني وقتها مش هيبقى فارق معاك هو ندمان عليك ولا مش ندمان، لأنه في الآخر بقى بالنسبة لك شخص عادي جدا جواك، لا يهمك ندمه ولا زعله ولا فرحه.